الجزء الأول. القصة تبدأ بعد 5 سنين من الغياب، والدكتور يحيى راجع شغله تاني في مستشفى العباسية للأمراض النفسية. راجع بعد فترة طويلة من العزلة والانهيار النفسي بسبب حادثة بشعة حصلت له. كان راجع بالعربية مع مراته وبنته الصغيرة، لكنه كان سكران وقتها، والعربية اتقلبت ومراته وبنته ماتوا قدامه. الحادثة دي دمرت حياته بالكامل، خلته يكره نفسه وساب الشغل وبعد عن الناس، وبقى يقعد في بيته وحيد، مش بيكلم حد، بيشرب طول الوقت، عايش على ذكرياتهم. لما رجع المستشفى بعد السنين دي، كل الناس كانت مستغربة حاله. شكله اتغير، عيونه باينوا فيها وجع كبير. المدير استقبله بتحفظ وقال له انه هيرجعوا الشغل في قسم تانا غرب، القسم اللي فيه اخطر الحالات، الناس اللي ارتكبوا جرائم قتل او عنف بسبب امراض نفسية. يحيى دخل القسم. الجو كان كئيب جدا، حيطانه غامقة والاضاءة ضعيفة، والمرضى بيتكلموا بكلام مش مفهوم. الممرضة سلمته اول ملف وقالت له ده المريض الجديد. لما فتح الملف وقرأ الاسم اتصدم. مكتوب شريف الكردي. الاسم لوحده رجع له ذكريات الجامعة كلها. شريف كان صاحبه المقرب، كانوا شبه إخوات، درسوا سوى الطب، وكان بينهم صداقة قوية جدا، بس السنين فرقتهم بعد التخرج. الصدمة الأكبر لما عرف إن شريف متهم بقتل مراته مايا، فنانة تشكيلية معروفة. النيابة قالت إنه قتلها في بيتهم، وجابوه هنا بدلا من السجن، لأنهم شافوا إنه مختل عقليا. يحيى دخل يقابله أول مرة. شريف كان قاعد في زاوية الأوضة، لابس بدلة المستشفى البيضاء وشكله غريب جدا، وشه باهت، عيونه سودة كأنها مطفية، ووشه ما فيهوش أي تعبير. أول ما دخل يحيى، شريف رفع عينه عليه وبص له بثبات، وبعد لحظة ابتسم ابتسامة باردة وقال له اتأخرت يا دكتور. الكلمة دي هزت يحيى، حس إن شريف كان مستنيه فعلا، كأنه عارف إنه اللي هيجيله. من اللحظة دي بدأت الحكاية الغريبة. يحيى رجع مكتبه وقعد يقلب في ملف القضية. كل التقارير بتقول إن الشريف بيتهيأ له حاجات، بيشوف أصوات وكيانات مش موجودة. التقرير بيقول إنه كان بيعيش مع مراته حياة مثالية، لحد ما في يوم بقت علاقته بيها غريبة، وبدأ يرسم على الحيطان رموز مش مفهومة. تاني يوم يحيى دخل له جلسة تانية، سابه يتكلم براحته. شريف قال كلام عجيب جدا، قال له في كيان بيحاول يسيطر عليا وأنا مش قادر أطرده. وبعدها سكت. يحيى سأله كيان يعني إيه؟ جن ولا إيه بالظبط؟ شريف بص له وقال اسمه نائل، وهو مش جن، هو أقدم من كده. الكلمة دي خلت يحيى يتجمد في مكانه. شريف بدأ يضحك ضحكة غريبة، وبعدين قام يرسم دوائر باللون الأزرق على الحيطة بإيده وقال ده الباب، واللي يفتحه ما بيرجعش. الرموز كانت متكررة في كل أوضته، خطوط ودوائر وأشكال شبه رموز سحرية. يحيى بدأ يدور وراها في الكتب اللي عنده، لحد ما لقى إنها فعلا رموز سحر هندية قديمة كانت بتستخدم في استحضار الأرواح. بعد اللي شافه، يحيى رجع بيته تايه، بس اللي حصل تاني يوم خلاه يتجنن أكتر. صحى من النوم وهو حاسس إن في حد معاه في الأوضة. قام يبص في المراية، شاف خيال وراه بيعدي، لكنه لما لف مفيش حاجة. قاعد على السرير، لقى ورقة جنبه مرسوم عليها نفس الرموز اللي شريف بيرسمها بإيده هو، ومش فاكر إنه عمل كده. الكوابيس بدأت. كل يوم بيحلم بمايا مرات شريف، وهي بتكلمه بصوت واطي تقول له ساعده يا يحيى، هو مش لوحده. ويصحى مفزوع والعرق مغرق جسمه. في الشغل حالته بقت غريبة، زمايله شايفين انه اتأثر بالمريض زيادة. المدير قال له ياخد اجازة، لكنه رفض، قرر يكمل ويعرف الحقيقة. في يوم شريف قال له عايز تشوف اللي انا بشوفه؟ خد الفيل الازرق. يحيى سأله ايه ده؟ قال له حباية صغيرة بتخليك تشوف الحقيقة. يحيى ساب الكلام وعد اليوم، لكنه بعد كده فعلا جاب الحبوب دي من مصدر سري، كانت بتخلي اللي ياخدها يدخل في حالة شبه الهلوسة. بس شريف قال إنها بتفتح الباب. الليلة اللي أخد فيها يحيى الحباية كانت بداية الكارثة. أول ما بلعها بدأ يحس إن كل حاجة حواليه بتسيح،
الأصوات بتتغير، الحيطان بتتنفس، النور بيخفت. لقى نفسه في بيت غريب، نفس بيت شريف اللي شاف صوره في الملف. شاف مايا واقفة قدام مراية كبيرة لابسة فستان أزرق، وشريف وراها وشها مرعوب. المراية بتتهز كأن في حد جواها بيحاول يخرج. فجأة المراية اتكسرت، والضوء الأزرق غطى المكان كله، وظهر كيان غريب ملامحه مش واضحة، جسمه طويل وعيونه سودة. يحيى صرخ وحاول يجري، بس كل حاجة حواليه اختفت. لقى نفسه الو. واقف في ممر مظلم طويل في آخره باب عليه نفس الرموز اللي بيرسمها شريف. قرب من الباب وسمع صوت يقول له افتح، وأنا هوري. مد ايده وفتح أنا الباب. الذي أول ما ينتظر يحيى لحظة فتح الإظلام الباب، الأخير. نور أزرق غريب خرج من يحيى، وراه. النور ده انت كان كده قوي كملت جدا 5 سنين انقطاع لدرجة عن إنه العمل. غطى كل حاجة حواليه. 5 سنين اللي فاتوا دول. يحيى رفع ايده يغطي وشه، لكن لما بص تاني لقى نفسه واقف في أوضة تانية تماما، شبه ولا أنت اللعب شافها نساك في حلمه الطب؟ قبل كده. في نص الأوضة كان في كرسي عليه مايا، قاعدة وشها نازل، شعرها مغطي نص وشها، وبتتنفس ببطء قرب منها بخطوات مترددة. وقال مايا، رفعت وشها فجأة، عينيها كلها سواد، وقالت بصوت مش صوتها: انت فتحت الباب، دلوقتي مش هتعرف تقفله.